حبايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى خلينا الجزر باللفت، وخلينا الخيار والفلفل، وخلينا البصل بطريقة سهلة وجميلة جدا. تعالوا نشوف عملناهم ازاي. النهارده نزلت السوق، لقيت شوية اللفت الجميل ده. بجد ما كنتش متخيلة ان انا هلاقي لفت. احنا من عشاق اللفت، بحب اللفت جدا جدا. اتبسطت جدا ان انا نزلت النهارده لقيته في السوق. وكمان جبت شوية البصل الرفيعين دول، وقلت هخليلهم كمان معاه. وجبت خيار وجبت فلفل، بس للاسف ما لقيتش فلفل حار، لقيته بارد. برضو جبت، ما قلت ما فيش مشكلة. ومعايا كده ربع بنجرايه ضربتها في الخلاط بكوباية مية. البنجر اليومين دول تحفة، جميل جدا جدا. ومش هنكتر بنجر في المخلل، لان البنجر ده بصوا، شفتوا النقطة دي؟ بصوا هتعمل ايه، هتخليه احمر دم زي ما بيقولوا كده. احنا عايزين البصل لونه وردي، مش عايزينه احمر قوي. اللفت اللي ممكن نزود بس البنجر بتاعه. معلش انا عندي دور برد شديد، فعلشان كده الايام اللي فاتت ممكن ما كنتش بصور كتير، لان البرد عندي شديد جدا. ربنا يشفينا ويعافينا ان شاء الله. زي ما انتوا شايفين كده، انا مسكت اللفت عند الراجل، لقيته طري جدا جدا، اتبسطت بيه جدا. بس كنت عايزة اجيب شوية كتار، بس ما قدرتش. قلت كفاية دول 3 كيلو هيعملوا لي بطرمان كويس جدا. بصوا اللفت طاري ازاي، بسم الله ما شاء الله، بجد اكنه لسه طالع دلوقتي حالا. هنقطعه مكعبات كده، لان المكعبات الواحد ياخد المكعب ياكله وخلاص، مش اللي ياكل حتة ويسيب حتة. لا، اول ما يتقطع مكعبات كده بيبقى جميل جدا. قطعت كده، جبت كيلو جزر، وجبت كمان 3 كيلو لفت ب20 جنيه، وجبت كيلو جزر، كيلو ونص جزر ب5 جنيه. يعني كل الموضوع كله 25 جنيه. حطينا كده شوية لفت على جزر، وكمان حطينا شوية بصل في وسطيهم، هيبقى الطعم جميل جدا ان شاء الله. لو عايزين ان انتوا تاكلوا منه على طول، حطوا فيه مية سخنة جدا على اللفت، هتلاقوه تاني يوم تاكلوا منه. لكن لو مش عايزين تاكلوا منه تاني يوم، حطوا مية عادي من الحنفية. هنحط على 3 كيلو لفت وكيلو جزر وكام بصلاية كده في النص، كام معلقة ملح. هنحط 6 معالق ملح، هيطلع حياقه مظبوط، وحياقه هيبقى زي الفل. كده عملنا البصل زي ما انتوا شايفين، وحطينا بصوا شوية مية بس صغيرين، مية بنجر، بصوا خلاه احمر ازاي، هيبقى تحفة بجد. ممكن 3 ايام وناكل منه، يعني مش هيتأخر. بدل اللفتاية طرية معاكوا كده وحلوة، هتاكلوا منه بعد 3 ايام. تعالوا بقى كده، قلت كمان بالمرة هنعمل خيار بالفلفل. بس الخيار بقى احنا عايزين ناكل منه في السحور. انا بعمل اللفت ده امتى؟ انا بعمله دلوقتي الساعة 11:30. فاحنا طبعا هناكل من الخيار ده ان شاء الله كده في السحور. فانا هقطعه زي ما انتوا شايفين كده، ده يتاكل على طول. هحط عليه الملح، وهحط عليه برضو شوية معلقة بنجر صغيرة، وهحط عليه مية سخنة. حابين تحطوا خل حطوا، عايزين تحطوا معلقة سكر كمان حطوا. بس ده اللي يعني اللي هيغيب عندكم مثلا 10 ايام 15 يوم، حطوا معلقة سكر على الخيار. لكن لو هيتاكل كده على طول مش مكترين، مش لازم خالص معلقة السكر، هو كفاية معلقتين الملح وشوية مية مغلية وخلاص على كده. طبعا احنا المخللات دي لابد منها في البيت. انا عايزة اقول لكم، انا مخللة زيتون وعاملة ليمون معصفر. وبصوا بنجيب وبنكوم قبل رمضان من الزيتون. بجد انا مش هخلل كمية زيتون اللي انا بخللها دي تاني. هو الزيتون حلو جدا في البيت، بس انا بصراحة خللت كتير جدا. لا، هو مطرمان كفاية واحد بس زيتون، ودي هيبقى احسن. ومش هخلل بالكمية اللي انا خللتها دي تاني، لاني خللت كتير جدا زيتون.
احنا لينا في اللفت كمان اكتر من الليمون المعصفر واكتر من الزيتون. فالمخلل طبيعي انت بتعملي بايديكي وتوفير. يعني عايزه اقولك انا جايبه 2 كيلو بصل، الكيلو من دوت ب10 جنيه الرفيع ده، وجايبه كمان اللفت 3 كيلو ب20 جنيه، وكيلو ونص جزر مخدتوش كمان كله ب5 جنيه، وجايبه كيلو وربع خيار ب10 جنيه، وجايبه ب5 جنيه فلفل ربع كيلو. فالعملية كلها مش حاجة، وعملنا كمية كبيرة جدا جدا. نظافة، جودة، بتعملي الحاجة بإيدك بتبقى جميلة، والحاجة في البيت بتبقى أحسن وأوفر بكتير جدا جدا. على فكرة أنا كان عندي قرنبيطة في التلاجة، نسيت خالص إن أنا أطلعها كمان وأحطها مع اللفت، قلت مفيش نصيب. فخلاص كده حلو قوي قوي اللي أنا عملتهم دول، وحاجة كده احنا مبسوطين جدا بيهم. واللفت بجد انا لو نزلت ولقيته تاني انا هجيب لفت تاني، لان اللفت فعلا تحفة وبيبقى لذيذ مع اي اكل انت بتحطيه، بيبقى حلو وبتستخدموه وبتاكلوه كتير. يعني احنا عن نفسنا احنا في البيت بنحب اللفت جدا. يعني انتوا لو بصيتوا العملية كلها، يعني لفت وجزر 25 جنيه، و20 جنيه كمان بصل 45 جنيه، وكمان عندك 15 فلفل وخيار 60 جنيه. يعني عملتي 60 جنيه، شوفوا كام حاجة. وكمان ما عملتش الخيار كله، انا سايبة من الخيار كتير كمان. فبسم الله ما شاء الله الحاجة طلعت اللهم بارك اللهم صل على النبي، يعني كتير جدا جدا. وطلعة زي ما انتوا شايفين كده هتاخد لها 3 ايام. البصل بس اللي ممكن يقعد له اسبوع او 10 ايام، لان البصل بيغيب شوية. يعني ممكن نقول اسبوع وناكل منه ان شاء الله على العيد. وكمان اللفت زي ما قلنا 3 ايام بالظبط ناكل منه. والخيار دلوقتي هناكل منه على السحور، يعني ساعتين كده لما نيجي نتسحر، لان انا حاطه فيه ميه مغليه. وحطيت برضو كده معلقه بنجر زي ما انتوا شايفين. عايزه اقول لكم البنجر ده هاتوه وخزنوه في التلاجة، لان البنجر دلوقتي حلو جدا جدا وبنحتاجه في عصير وبنحتاجه في حاجات كتير جدا. عايزه اقول لكم البطرمان يتقلب مني، فبجد انا مش هقطع المقطع ده. فعادي بتحصل مع اي حد. هو بيخلي المخلل ممكن حبة يقعوا، مفيش اي مشكلة خالص. بشطف بس ايدي كده، وهاجي بقى كده اروح مغطية البطرمان بالمية المغلية زي ما انتوا شايفين، وهشطفه على الحوض وهقفله وخلاص. يعني العملية ما خدتش وقت معانا خالص، والبركة بسم الله ما شاء الله كتير. نرجع للبنجر يا جماعة، حاولوا ان انتوا تجيبوا فعلا البنجر تقطعوه كده وتحطوه في الفريزر، اضربوه زي العصير وعبوه في اكياس، جميل جدا جدا. وانتوا عارفين فوائد البنجر فعلا رهيبة وجميلة جدا، فياريت نستغلها. انتوا شفتوا بسم الله ما شاء الله حتة بنجرية صغيرة ضربتها في الخلاط عملت لي كمية مخلل قد ايه. والكوباية كمان بسم الله ما شاء الله قاعدة اكتر من نصها. فانا هعبيها في كيس وهحطها في الفريزر. ممكن اجيب بقى اي فراولة اضربها عليها، ممكن احط منها على السلطة. جميلة جدا ومفيدة جدا جدا جدا. ادي بقى كمية المخلل بتاعتنا. اتمنى يكون الفيديو النهاردة عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.